فيديو جديد من سلسلة تعليم فن الكونكريت خطوة بخطوة من الصفر للاحتراف. في الفيديو ده بقى هنعمل تكنيك التخشين، وده بنعمله لو احنا عاوزين ملمس قطعة الكونكريت يكون خشن مش ناعم زي الطبيعي. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان يوصل لناس تانية كتير. عشان بقى نعمل التكنيك ده محتاجين معجون حوائط، وهو بيكون متوفر منه ماركات كتير. أشهر ماركة فيهم هي GLC، بس لو ما لقيناهاش هاتوا زي اللي معايا ده اللي هو اكس كوت او لاتكس سايبس، كل الماركات زي بعض. اهم حاجة يكون معجون حوائط المتوفر هاتوه. لما بنفتح العلبة بيكون في كيس على المعجون بالشكل ده، وهو ده شكل المعجون. بيكون لونه أبيض والخليط بتاعه بيكون ناعم وكريمي وبيكون سلس جدا واحنا بنشتغل بيه. هاخد منه شوية في علبة وهشتغل بيهم. ما تشتغلوش من العلبة على طول علشان ما ينشفش منكم. الأفضل إننا بناخد شوية بره في علبة وبنغطي العلبة بالكيس بتاعها وبنقفلها كويس علشان ما تنشفش. هنحتاج بقى في التكنيك ده مدق اسفنج زي اللي معايا ده كده، والمدق ده بيكون فيه منه مقاسات. هو بيكون كيس وجاي فيه 4 مدقات مقاسات مختلفة، واللي معايا ده المقاس الوسط. ولو مش متوفر المدق ممكن نعمل بأي قطعة اسفنج عادي. المبخرة دي اللي أنا هعملها، طبعا ممكن نعمل التكنيك ده في أي قطعة مبخرة أو فازة أو كوستر، أي حاجة انتوا حابين تعملوها، وكلهم بيكونوا بنفس الطريقة اللي احنا هنعملها. قبل ما تشتغلوا بالمدق بلوه بالمية علشان يكون فيه رطوبة ويكون سهل في الشغل. هحط بقى المدق في المعجون وهفرد المعجون على القطعة، بعد كده هطبطب عليه بالمدق بالشكل ده. وهي دي طريقته، ان احنا بناخد المعجون ونفرده بالمدق، بعد كده بنطبطب عليه فبيديني التخشين والشكل العشوائي ده. وهعمل المبخرة كلها بنفس الطريقة دي كده. التكنيك ده بقى بيفيدنا جدا لو احنا عندنا قطع فيها عيوب زي البابلز او الخدوش وعاوزين نستخدمها، فبنعملها بطريقة التخشين دي والعيوب بتختفي ومش هتكون موجودة خالص. بعد ما عملت المبخرة كلها بالمعجون هعمل الجزء اللي فوق ده برضه، وهسيبها تنشف. وده كده كان شكلها. ممكن نسيبها على كده لو حابين التخشين يكون خفيف، ولو عاوزينه واضح اكتر عن كده هنعمله مرة كمان بالمعجون بنفس الطريقة. انا هعمله مرة كمان. كده انا خلاص عملت الطبقة التانية وهسيب المبخرة تنشف. وده كده شكلها بعد ما نشفت. ممكن نسيبها على اللون الأبيض ده ونحط بس طبقات الورنيش، وممكن نلونها بأي لون عادي زي ما أنا عملت في المبخرة الصغيرة دي. أنا عملتها بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها المبخرة الكبيرة، وبعدها سبتها تنشف يوم كامل قبل ما ألونها علشان المعجون يكون نشف كويس. طريقة التلوين بتكون بالمدق الاسفنج برضو بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها المعجون، هي نفس طريقة التلوين. والمبخرة بقى من جوه بنلونها بالفرشة عادي. وبس كده خلصنا، ودي كانت طريقة تخشين قطع الكونكريت. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير. ولو انتي بقى ناوية تبدأي الكونكريت صح من الصفر وتحوليه لمشروع خاص بيكي، أنا عاملة كورس كامل هيعلمك الكونكريت خطوة بخطوة. ولو حابة تعرفي تفاصيل أكتر هسيبلك اللينك في صندوق الوصف وكمان في أول كومنت.